اتعودنا كل سنة على سؤال بيشغل كل المتابعين على السوشيال ميديا وكمان في الوسط الفني عن اسم برنامج مقالب رامز جلال اللي بيتعرض في شهر رمضان. الغريب اننا كل سنة ما بنعرفش اي تفاصيل عنه غير قبل رمضان بكام يوم بسبب حالة التعتيم والسرية اللي بيفرضها المنتجين للبرنامج واللي بيكتفوا بالبرومو قبل الشهر الكريم بساعات. السنة دي بقى الوضع مختلف لأننا قدرنا نكشف عن تفاصيل البرنامج بداية من اسمه وفكرته وكمان الضيوف اللي هيظهروا معاه ومكان التصوير. وبالمناسبة بلد التصوير السنة دي مش السعودية. جمهور كبير قوي بيستنى برنامج المقالب اللي بيقدمه رامز جلال واللي بيتعرض في الموسم الرمضاني، وكل سنة بيحصل جدل كبير وشغف لمحبين البرنامج والمقلب بتاع رامز، وتساؤلاتهم بتزيد سنة عن سنة. رامز جلال كل سنة بيكون حريص انه يقدم برنامج مختلف عن كل سنة، والمشاهد بيكون متحمس ومتشوق انه يعرف نوعية المقلب وايه هو مضمون المقلب. وعلى مدار اخر 10 سنين مفيش برنامج نزل لرامز جلال واتعرض وما كانش من انجح البرامج اللي نزلت في السنة دي. بالعكس ده بيكون هو متصدر السباق الرمضاني عن كل المسلسلات وأي برامج تانية أو أي أعمال فنية نزلت في شهر رمضان. فكرة رامز جلال اللي هيقدمها خلال رمضان 2024 هتدور إن رامز هيستضيف نجوم الفن والرياضة وكمان صناع المحتوى، وهيستضيفهم في مدينة ألعاب كبيرة هيكون فيها أكوا بارك وكمان بيت للرعب، وهيتم استقبال الضيف في فندق والترحيب بيه، وهيكون في مذيعة مشهورة هتستقبل الضحية قبل ما يتعمل المقلب في الضيف. وبعد ما الضيف يطمن هيبدأ المقلب الحقيقي ويبدأ الجزء الخاص برامز جلال. واستقر رامز جلال والشركة المنتجة على إطلاق اسم رامز قفل اللعبة على الموسم الجديد من برنامجه السنة دي، والبرنامج هيكون متصور في دولة الإمارات، مش هيكون متصور في السعودية زي ما عودنا رامز جلال. وده كمان تمويه للضيوف علشان محدش يعرف انه رايح على مقلب رامز جلال وما يجيش في دماغه الفكرة دي اصلا. طب ايه هي الميزانية الخاصة بمقلب رامز جلال السنة دي؟ المسؤولين عن الانتاج وبرنامج رامز جلال صرحوا باخبار بتتعلق بحجم الميزانية، وقالوا انها تقدر ب90 مليون دولار، يعني 6 مليار جنيه ونص. ميزانية برنامج رامز جلال بيتم تخصيص حوالي 75 مليون دولار كأجور للفنانين أو المشاهير اللي بتيجي وبيتم استقبالهم كضيوف للبرنامج ده كل سنة. طب في ناس كتير بتسأل السنة دي عن أجر رامز وكان بيقبض مقابل إنه يقدم البرنامج بتاع المقالب اللي بيتعرض على قناة MBC مصر كل سنة. في أخبار كتير نزلت عن أجر رامز جلال لعام 2024، وده كلام من مصادر مقربة من الفنان رامز جلال. قالوا ان هو تقريبا بياخد 4 مليون دولار، يعني 280 مليون جنيه مصري. وبس دي كانت كل الاخبار والتصريحات والتسريبات اللي نزلت عن برنامج رامز 2024 رامز قفل اللعبة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وبس. سلام. رامز على MBC مصر، رمضان يجمعنا.